لا تزال العملية السياسية والمساعي الجارية لإحداث اختراق لجمع الفرقاء السودانيين تمضي بسلحفائية في مقابل تفاقم الأزمات الاقتصادية التي وصلت ذروتها بالإجراءات الآخرة لوزارة المالية التي قضت بزيادات جمركية مع توقعات برفع الدعم عن الغاز، الأمر الذي جدد التساؤلات حول إقدام رئيس مجلس السيادة الفريق والركن عبد الفتاح البرهان على تشكيل حكومة تصريف أعمال إلى حين اتفاق الأطراف السياسية المعنية. الأحزاب السياسية السودانية، المكونات السياسية السودانية هي تتعاطى الآن مع الموقف الموجود دون أن تحاول تقديم حلول. الآن في هذه اللحظة إذا كان هناك رفض كامل لكل الأوضاع التي نتجت عن 25 أكتوبر، فيكون السؤال الكبير: ثم ما هو البديل لذلك؟ أنا لا أتحدث عن بديل مستقبلي، بديل يكون الآن كاين، يعني أن تبدأ هذه الأحزاب المكونات السياسية في تكوين الشكل الذي تريده للحكومة. ودخلت البلاد أزمة سياسية حادة جراء تفاقم التجاذبات والمشاحنات بين المكونين العسكري والمدني، والذي أفضى إلى فض الشراكة فيما عرفت بإجراءات 25 من أكتوبر من العام قبل الماضي. ولم تفلح الجهود الوطنية والإقليمية والدولية بوضع حد لإنهاء الأزمة السياسية الحالية. تحدثنا عن من هم الجهات التي يفترض أن تدعم هذه العملية، من هم الجهات التي ستشارك في هذه العملية، ما هو المدى الزمني المفترض من هذه العملية، والأهم من هذا من كل ما ذكرته ما هي الأهداف من هذه العملية. إذا تم التوافق حول هذه القضايا أو حول الإطار الهيكلي لهذه العملية السياسية، فبالتأكيد بعدها سينخرط كل الشركاء الذين يجلسون على طاولة هذه العملية السياسية في تقديم التصورات التفصيلية. مراحل العملية السياسية التي تمخض عنها اتفاق إطاري بين قوى المجلس المركزي وأحزاب أخرى مع المكون العسكري لا تزال مستمرة، حيث دخلت في مرحلتها الرابعة بمناقشة الأوراق الاقتصادية، فيما تبقت آخر أشواطها وهي ورش الإصلاح الأمني التي ينظر كثيرون إلى أن تفاصيلها سترسم ملامح الحل السياسي الجاري، إما بنجاحه أو فشله بشكل نهائي.